السلام عليكم. وانا قاعد اقلب المقاطع يا جماعه شفت قرد مسجون في قفص وجنبه قرد ثاني. يا جماعه يا في ذكاء اذكى من بعض الأوادم اقسم بالله. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعة كيف يسحبها بالذيل. شوف لحد ما قرب. شوف الحين يفتح لنا. سبحان الله ولله في خلق الشؤون. والله ما توقعت يا جماعه ان يكون ذكاهم للدرجه هذه. سبحان الله، شيء غريب صراحه. يا اخي عندنا وادم ما يعرف حتى يفك مسمار، تفكيره منعدم. وهذا سبحان الله اللي طرح فيه الذكاء. سبحان الله والله. يعني شوف كيف هذاك اللي كل سنين محبوسين تراهم، بس هذاك مد ذيله هذاك وهذاك سحبه لحد ما قرب القفل الباب وفكه. لكن لو كان هذا مقفول والله انه يبطي ما يقدر يفكه. لكن هو الذكاء وين؟ الذكاء في الموضوع انه كيف فكر انه يسحب نفسه لين يوصلنا عشان يقدر يفك عن خويه، وخويه القرد الثاني يفك عنه. هذا كذكى من بعض الأوادم اللي أنا قابلتهم في حياتي. والله أنا ذكى منهم يا جماعة. بعضهم ما يقدر يفك باب حق بيت، ما يقدر يفك والله من جد يا جماعة. فسبحان الله اللي حط الذكاء في الحيوانات. سبحان الله. هذا القرد سبحان الله ترى فيه حاجات مشابهة للإنسان من جد والله. يعني لما شرحوه طبيا في أشياء مقاربة في أعضائه، مقاربة للإنسان، فيها نفس الدور، لكن حتى استخلصوا منها علاجات مع علاجات من نفس القرود هذا، وعملوا تجارب كلها لأنه مشابه للإنسان وقريب للإنسان. فسبحان الله ما تستغربوا الذكاء اللي بعد فيه. سبحان الله.